ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل مع بعض فطيره الجلاش. تحفه يا جماعه، نفس طعم اللي بره. تمام. دي كوبايه زبادي، عليها معلقتين سمنه، عليها معلقه بيكنج باودر صغيره، ودي رشه ملح ورشه فلفل. تمام. المقدار ده هيعمل لكم حوالي 4 فطيرات. تمام. ادي رشه الملح، ودينا بنقلب اهو كويس. تمام. عايزه تحطيها في الميكرويف حطيها. وكان معايا شويه زيتون وتشكيله جبن، وعليها كان عندي لانشون كده حلواني تحفه، كنت حطيته عليها عطى طعم حلو. ممكن تحطي بسطرمه، ممكن تحطي صدوق عادي يعني. تمام. احنا بنجيب 3 ورقات. تمام. اديكوا زي ما انتم شايفين الورقه اللي في النص احنا بنقسمها 2، وبعد كده نروح قاسمين الاتنين دولت كمان واحده، وبنحط عليها الخليط. دي اللي بتبقى بقى في النص. تمام. ودينا اهو برضو بنحط على الورقتين اللي تحت زي ما انتم ما شايفين اهما. هو يستحب الجلاش يكون طازه. انا الجلاش اللي عندي ده كان في الفريزر وما كانش حلو. تمام. اهو اتحطينا اللي احنا مطبقينها دي تحت اهوت، وهننزل عليها بقى بالجبنه. وادي مشكل الجبن اهوت واللانشون زي ما انتم ما شايفين اهوت. وادي هاتي الزيتون اهوت حطيناه، وادي شويه جبنه موتزاريلا بقى وشويه جبنه شيدر اهوت، وبنطبق كده زي ما انتم ما شايفين. برضو بنحط هنا شويه من الخليط. انا سيحت على فكره الخليط في الميكرويف لانه كان محتاج يتسيح شويه. تمام اهوت. شفتوا طبقناها ازاي اهوت؟ برضو بنغرقها شويه من الخليط ده، بيبقى طعمها تحفه وبتبقى جميله، عامله زي الفطيره بتاعت بره بالظبط اللي احنا بنجيبها برقم قد كده. اهو برضو حطيت على وشها برضو شويه من الخليط دوت، وهعمل واحده تانية برضو عشان تبقوا شفتوا الطريقه. ولو وصلتوا لغايه هنا دلوقتي اتمنى تكونوا عملتوا متابعه واشتراك في القناه. دعمكم ده اللي هيخلي ان شاء الله عائلتنا تكبر على اليوتيوب. تمام. ادي اهوت جبنا برضو الورقه زي ما بقول لكم اهوت. هي الطريقه شرح نفسها يعني، هي واضحه قدامكم اهوت. هطبقها برضو هغرق اللي تحتها دي شويه حبه من الخليط كده زي ما انتم شايفين اهو. وبعد كده هرجع احط دي في النص واحط عليها شويه من الجبن. تمام. هو انا عملت 3 فطيرات بس هو الخليط ده يعمل اكتر، لان انا ورق الجلاش عندي ما كانش حلو. هو زي ما قلت لكم يستحب ان الخليط ده يعني الورق الجلاش ده يكون طازه بجد، هيبقى احلى لانك هتبقي متحكمه في الورق اكتر. تمام اهو. طبقنا الورق اهو تاني. تمام اهو. حطينا برضو الخليط وهنطبق كده، وهنحط برضو شويه خليط وهنحطها في الصينيه اهو. وهنحط برضو على وشها ايه شويه من الخليط. انا عملت كمان واحده بس مش هتبان عندكم يعني هنا اهو. هحط برضو على وشها ايه، ممكن اسيبها ساده بس انا بحبها يعني ايه على وشها جبنه موتزاريلا كده وجبنه شيدر. تمام اهوت. وهنحطها على فرن درجه حراره حوالي 200. مش هتكمل 10 دقايق في الفرن بجد يا جماعه، بامانه تحفه لازم تجربوا اهوت. شكلها بعد ما خرجت اهو، بصوا جميله ومورقه وجبنه تحفه، طعمها بجد كان جميل جدا. بس لو حاطين جبنه رومي يا جماعه ما تحدقوهاش عشان تطلع مظبوطه قوي معاكم في الخليط. بس واتمنى وصفتنا النهارده تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا مشاركه